حاجه موجوده بلا استثناء في اي بيت الماني. لو انت في المانيا وفي ايطاليا بيتهيألي حاجه دايما دايما هتلاقيها موجوده، تقريبا اول حاجه بيشتروها في البيت وهي مكنه القهوه. مكنه القهوه هنا في المانيا من الحاجات الاساسيه اللي بتتشرب كتير جدا. احنا في مصر يمكن بنشرب شاي اكتر، قهوه برضو بيتهيألي، بس هنا الالمان عندهم عادات، يعني الصبح قهوه، وبعدين في كمان بعد العصر او بعد الغداء بيشربوا كمان مره قهوه، ممكن بالليل شويه على المغرب كده بيشربوا كمان مره، فمن مرتين لثلاثه كل يوم. فلازم لك مكنه قهوه. فاحنا عندنا في البيت هنا المكنه الصغيره دي نبريسو، بتشتغل بالكبسه، بيبقى ليها اللي هي الكبسولات الصغيره بتتحط فيها. ولكن في ناس تانية ما بتفضلش المكنه دي، في ناس بتفضل بيتقال عليها فلتر كافيه، اللي هي قهوه بالفلتر، بتبقى زي بتاع كده من فوق بتفتح ليها غطا، بتحط فيها فلتر وعليه القهوه، وبعد كده وميه سخنه، والمكنه بقى بتعمل كميه قهوه كبيره. دي للكميات الصغيره، دي الاسبريسو، بتعمل اسبريسو، بتعمل مثلا كابوتشينو، حاجات كده. لكن المكنه اللي بقولك عليها دي بتعمل كميات، يعني ممكن لتر قهوه ولا حاجه يعني ربنا معاك يعني تخلصي. ف في مصر انا ما كانش عندي مكنه قهوه في البيت، او اهلي، يعني احنا من مصر مش من ايجيبت، من اسكندريه فما فيش عندنا مكنه قهوه. ما اعتقدش يعني حد حتى من الناس اللي اعرفهم عندهم مكنه قهوه في البيت. ليه بقى؟ لان احنا بنستعمل دي، والله جايباها معايا من مصر، يعني بقى لها 10 سنين البتاعه دي، تصدقوا؟ بس أنا يعني عشان اتعودت على دي خلاص، فدي للاسف مش بعرف استخدمها. والحاجه التانية كمان ان البوتاجاز هنا اندكشن مش نار. في ليه مواد معينه هي اللي ينفع تحطها على البوتاجاز. الالومنيوم ده لو حطيتها مش بتسخن، ما بيعملش اي حاجه. فدي للاسف ما بعرفش استعملها للقهوه التركي اللي بنعملها في مصر، فدايما بنشرب القهوه دي. فانا لما كنت طالبه، لما كنت بدرس دكتوراه في الجامعه، انا كنت ساكنه في سكن الجامعه، فكان قريب. ما كانش عندي، يعني هي السكن اللي انا كنت فيه كان اوضه صغيره جدا، 15 متر تقريبا، فما كانش فيها ماكينه القهوه دي رفاهيه يعني بالنسبه للطلبه. فكنت بضطر اروح الشغل كل يوم، يعني حتى ايام السبت والحد المفروض المعمل قافل، ما حدش بيشتغل في الايام دي، بس كنت بروح عشان اشرب قهوه هناك وارجع. يعني ما كانش امكانياتي تسمح ان انا اشتري مكنه قهوه، اشتريتها بعدين يعني. بس في وقتها ما كنتش اقدر اعمل ده. وكمان عشان اشرب بقى مرتين او ثلاثه قهوه كل يوم، اللاتو مكياتو هنا ولا الكابتشينو من 3 ل 4 يورو، فهتشرب بكام كل يوم؟ 10 يورو مثلا. فانا كنت بشتغل كمان في الفتره دي، انا في وقت دراستي كنت بشتغل ويترس، كاميرييرا بالايطالي كيلنغن بالالماني. ف10 يورو دي كانت ساعة عمل، يعني ساعة شغل واقفة على رجلي، بشيل اطباق وبنضف مش عارفة ترابيزات ورايحة جاية بتاع. فساعة شغل ما اقدرش يعني اصرفها في ثلاث كوبايات قهوة يعني. فكانت عزيزة عليا قوي ال10 يورو دي فعشان كده موضوع القهوة ده بالنسبة لي يعني كان حاجة دايما كنت بحس ان انا لازم احوش فيها فلوس، فكنت دايما بروح المعمل. فحاليا بما ان عندي مكنة قهوة في البيت، فانا حاسة ان انا الحمد لله. هل عندكم المكنة دي ولا عندكم اللي هي البتاع اللي هي بتتركب على بعضها، اللي هي التراديشنال كوفي ثينج فور ايطاليان؟ فاكتبوا لي في الكومنتس بتفضلوا ايه اكتر، هي دي ولا ال الكوفي ماشين؟ بس كده. تشاو.